بص يا اسطى، انا عارف ان انت كل يوم بتسأل نفسك السؤال ده. اشمعنى انا؟ ليه الدنيا مش ظابطه معايا؟ ليه انا الوحيد اللي مش عارف اتعلم الجيم ديفلوب؟ ليه لما انا مثلا بنزل يونيتي انجن او انريل انجن واشتغل عليهم، ليه انا الوحيد اللي ما بعرفش اشتغل على الحاجات دي؟ ولما بحب اشتغل عليها او اعمل اي حاجه عليها، بضطر اروح اشوف توتوريال على اليوتيوب مثلا، او كورس او كتاب او اي حد بيشرح اي حاجه. طب هو اللي بيشرح الحاجه دي وصل للمرحلة دي ازاي؟ يعني ازاي قدر ان هو يشرح لي ويفهمني؟ طب انا من غيره ما اقدرش اعمل حاجة. يعني انا لازم احتاج توتوريال لاي حاجة انا محتاج اعمل. ودي كانت مشكلتي في بداياتي في الجيم ديفلوبمنت. لما بدأت اتعلم جيم ديفلوبمنت في الاول خالص، حملت يونيتي انجن لان الناس قالوا لي ان يونيتي انجن ده هو الجيم انجن اللي انت بتستخدمه عشان تعمل جيمز. فلما حملته ما كنتش عارف اعمل اي حاجة، فدخلت كتبت على اليوتيوب how to create player in Unity Engine. فقال لي اعمل كذا كذا كذا، فعملت بلاير حلو. عايز احركه how to move player in Unity Engine. كويس، حركت البلاير بالكود. طب انا ما بعرفش اكتب كود، طيب هتعلم ازاي اكتب كود؟ طيب الحركة دي، شكل الحركة دي مش هي الحركة اللي موجودة في الألعاب بتاعتنا، لا بتاعت الموبايل ولا بتاعت الكمبيوتر. طب هاو تو موف بلاير بالطريقه الفلانيه او بالطريقه كذا كذا كذا. مفيش توتوريال هنا. الحاجه اللي انا عايز اعملها في دماغي مش ليها توتوريال. طب انا هعمل ايه يعني؟ الحاجه اللي انا نفسي فيها او اللي في دماغي عايز اعملها، مفيش حد بيشرح ازاي اعملها. وبالتالي وقفت قتلت، ما بقتش عارف اعمل ايه. فضلت على الوضع ده حوالي سنتين كاملين شغال على يونيتي انجن، مش عارف اعمل ايه. اي حاجه تقف معايا لازم اشوف لها توتوريال. اقول عادي هتعلم من التوتوريالز، يوم ورا التاني ورا التالت اشوف توتوريال ورا التاني ورا التالت. يمكن مثلا مع الوقت مع التوتوريالز اتعلم حاجه، ولكن اكتشف ان انا بغرق اكتر واكتر في موضوع المحتوى والتوتوريالز. لو جه توتوريال وانا مش فاهم، يعني في توتوريال حد شرح حاجه وانا بجد مش فاهم هو شرح ايه. بجد بجد اصلا مش فاهم ايه ده. مفيش غيره، مفيش حد غيره يقدر يشرح لك الحاجة اللي انت عايز تعملها دي. طيب، فعدى سنتين على الوضع ده لحد ما حظي جالي شغل مع واحد كان في كندا. وهو راجل مرتاح ماديا، فقرر ان هو يعمل لعبة هو واخوه، وكان عايز مبرمج العاب. انا كان بقالي سنتين ببرمج العاب من التوتوريالز على اليوتيوب، ففكرت ان انا مبرمج العاب شاطر. فقلت له والله انا بقالي سنتين بشتغل. بص على شغلي اللي انا قعدت سنتين اعمله، وهو ما كانش خبرة قوي، فما لاحظش ان انا لسه عيل ابيض مش فاهم حاجة. فقال لي انت زي الفل وهبدأ اشتغل معاك. وفعلا قررنا نشتغل سوا. وده كان اول شغل في حياتي في الجيم ديفلوبمنت، بعد ما اتعلمت يونيتي انجن لمدة سنتين عن طريق ان انا اسمع توتوريالز على اليوتيوب. بعدها طلب مني تاسك ان انا اعمل شغل معين. الشغل ده انا بجد يا اسطى بجد ما عرفتش اعمله. بس كان لحسن الحظ ان كان في توتوريال على اليوتيوب، كان في شرح ازاي اعمل الكلام ده على اليوتيوب. فدخلت على الشرح ده، ما فهمتش حاجه. عدته تاني ما فهمتش حاجه، عدته تالت ما فهمتش حاجه. رحت عامل ايه؟ انا ورايا شغل ولازم اسلمه. قمت ناقل الكلام كوبي بيست، تك 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 تك. بعد ما خلصت اشتغل. فقلت فل حلو. رحت للراجل ده قلت له اتفضل الشغل. انبسط جدا، وكان عنده صفحة على الفيسبوك ونزل الشغل، واعلن فعلا ان هو شغال مع مبرمج جديد. وفجأة قال لي انا عايز اعدل حاجة بسيطة في الشغل ده. قلت له اوكي. فما عرفتش اعملها لان ما فيلهاش شرح على اليوتيوب، لان الكود ده مش بتاعي، مش انا اللي كاتبه. فالراجل ده سألني سؤال بسيط جدا في البرمجة.
وقال لي بس انا عايزك بس تنكابسيوليت الكود بتاعك ده في كلاسز. انت عارف الاو او بي؟ هو قال لي كده. قلت له ايه الاو او بي؟ قال لي احا، انت شغال معاه مبرمج بتاخد فلوس ومش عارف اساسيات البرمجه؟ احا بجد؟ انت ايه ده، انت ما تعرفش او او بي؟ قلت له لا. قال لي يبقى انت ما تعرفش ازاي بتبرمج، انت كده مش مبرمج اصلا. قلت له ايوه بس انا بقالي سنتين شغال بيونيتي انجن، وبعرف اكتب كود ازاي احرك اللاعب، وبعرف ازاي احط سلاح واخليه يضرب بيه، واعرف ازاي اعمل بريفاب واعمل له انستنشيشن ودستروي، بعرف اعمل حاجات كتير. قال لي ايوه بس انت ما بتعرفش تكتب كود. وسبت الشغل، وبعدها فضلت في نفس الدوامة بتاعتي اتعلم توتوريالز على اليوتيوب، وفاكر ان انا هوصل لحاجة، لحد ما في يوم حسيت ان في حاجة غلط يعني. واخرتها ايه؟ اكيد في حاجة، اكيد مش دي الطريقة اللي الناس بتتعلم بيها الجيم ديفلوبمنت. شفت كورسات على يوديمي، حملت كورسات، سمعتها، توتوريالز برضو، مفيش اي حاجة جديدة زيها زي التوتوريالز اللي على اليوتيوب بالظبط، بس مفيش اي جديد. فبعدها قلت لنفسي والله واضح ان انا ماشي غلط اصلا. تمام. لان انا لو ماشي في طريق صح، حتى لو طويل، على الاقل هبقى عارف ان انا لما باخد خطوة صح باخدها ناحية النهاية، حتى لو النهاية بعيدة. انما انا ماشي باخد خطوات سريعة في طريق ملوش نهاية، يبقى انا كأني ما بعملش حاجة، انا كأني واقف مكاني. فهمت؟ فقررت ان انا ابدأ اتعلم صح. في سنة 2021 قررت ان انا اتعلم السي بلس بلس. انا يا جدعان راجل كده، لازم اكسر الكبرياء والايجو بتاعي. انا راجل اشتغلت في استوديو العاب عربي ضخم، في ناس مش ما اشتغلتش في الشغلانات دي خالص في حياتها. تمام. انا جات لي الشغلانه دي على طبق من ذهب وضيعتها لان انا بجد مش عارف اشتغلها. فكل اللي انا عملته كسرت الايجو اللي عندي، وبطلت اسمع للناس اللي بتعمل توتوريالز على اليوتيوب، والناس اللي بتقول لك ازاي تبقى متحفز، والناس اللي بتقول لك ابدأ سيمبل، والناس اللي بتقول لك اعمل لعبة اندي، والناس دي كله. قلت قبل اي حاجة انا مبرمج العاب، قبل ما اتكلم في الالعاب لازم اكون مبرمج، فانا لازم اتعلم البرمجة، وعلشان اتعلم البرمجة صح لازم تبعد عن الالعاب خالص. فقررت ان انا ما افتحش يونيتي انجن خالص نهائي، وابدا ان انا اتعلم البرمجه بس. برمجه، هقولها تاني علشان الناس اللي عماله تقول لي ازاي بدات، ازاي ابدا، ازاي ابدا. اتعلم برمجه بس، اتعلم برمجه وبس. طيب مع ان ده مش هيحصل، بس ما علينا، ادينا بنقول معلومه لوجه الله ونصيحه لوجه الله. النصيحه دي اصلا بفلوس، بس انا هديها لك كده وخلاص يمكن. فاتعلمت برمجة، قعدت اتعلمت برمجة، كانت أسوأ سنة في حياتي اللي هو قعدت اتعلم فيها السي بلس بلس. وساعتها قلت لنفسي حاجة، كل ما احس ان انا متضايق وانا بتعلم برمجة اقول لنفسي حاجة: دلوقتي انت نفسك ترجع تفتح يونيتي انجن وتعمل العاب وتفكك من البرمجة والميموري مانجمنت والكلاسز واساسيات البرمجة والداتا ستراكشرز والالجوريزمز والحاجات الصعبة دي. انا عارف ان انا نفسي افكني منها واخش على يونيتي انجن واقعد اعمل مش عارف كبسولة واعمل مكعب واحط فيزيكس واشوف حاجات بتتحرك وانبسط. بس انا عارف ان انا لما اخش استمتع بوقتي انا فعلا مش هوصل لحاجه. انا بالظبط كأن انا حجزت ماتش كوره ونزلت لعبت مع صحابي. انا بجد مش، انا في يوم ما فيش، لو لعبت مليون ماتش كوره حجز مع صحابك انت عمرك ما هتكون في يوم من الايام لاعب كوره محترف، لان انت بتلعب كوره بس مش ده الطريق اللي هيوصلك انك تبقى لاعب كوره في الاخر. تمام. لعيبه الكوره مش بيبداوا من هنا، بيبداوا من الاكاديميات. فانت طول ما انت بتلعب في الشارع مش في اكاديميه انت مالكش لازمه. بس يبقى الطريق انك تتنيل تقعد على الكتاب
تذاكر الحاجة الصعبة الوحشة اللي انت ما بتحبهاش، لان هو ده الطريق. لو مش عاجبك سيبه، سيبه وروح استمتع، بس ما تقولش انا ما بوصلش ليه. طيب، بعد ما اتعلمت برمجة، بعد ما اتعلمت السي بلس بلس، قعدت سنة كاملة بحل مسائل في السي بلس بلس من غير ما برمج لعبة واحدة، رغم ان انا كنت ساعتها مبرمج شاطر. يعني انا كنت ساعتها اتصنف من المبرمجين الاقوياء. تمام. اكتشفت ان انا شاطر جدا في البرمجة جدا، لدرجة انت ما تتخيلهاش اصلا. تمام. يعني درجة فهم عميقة تقلق، درجة فهم مرعبة للكود اللي قدامي، لدرجة ان انا بقيت فاهم اللي ورا الكود اللي مكتوب ده. تمام. فلو انت ما وصلتش للليفل ده من الراحة في البرمجة، فانت لسه ما بقيتش مبرمج، عشان تبقى عارف انا بقول ايه. علشان كده لما بدأت اشتغل مبرمج وبدأت اشوف مشاريع فيها الافات السطور البرمجية، ما بقتش بتخض، بقيت بخش عليها مرتاح. اصل انا عارف ده بيودي لفين، ده بيجيب منين. حرفيا الكود ده كله لفه كده وحطه في جيبي. تمام. طب ايه هي الضريبة؟ الضريبة ان انا قعدت سنتين اتعلم برمجة بس. اتعلم برمجة، اتعلم اللي هي البرمجة دي، وانت بتتعلمها بالظبط كأنك بتحل مسائل رياضة بتاعت ثانوي. لو انت واحد دخلت ثانوية عامة قبل كده، ودخلت مثلا علم رياضة، حليت مسائل تفاضل وتكامل، ذاكرت فيزياء، بتحل مسائل في الفيزياء، هي البرمجة دراستها كده، بضان وصعبة ومستفزة ومملة وما فيهاش أي نوع من أنواع المتعة تماما. حلو. فأنت لو مش هتعدي على الفترة الوسخة دي، انسى إن أنت تكون مبرمج أي حاجة في يوم من الأيام، ولا ألعاب ولا حتى مش ألعاب. طيب، دي كده أول حاجة أنا اتعلمتها في حياتي، إن أنا أكون مبرمج شاطر، فاهم كويس، ومرتاح لما أشوف أكواد كتير حواليا، ما بتخضش ما بتهزش، حاسس إن أنا قدامي حاجة أنا فاميليار ليها، أو قادر إن أنا أفهمها كويس أوي. طيب بعدها كنت شفت داني، عارفين داني بتاع اليوتيوب؟ هبقى أحط لكم صورته. داني ده عامل قناة بيعمل حاجات امبرسيف، حاجات مبهرة قوي، وهو لسه متعلم برمجة الألعاب في وقت قصير يعني. يعني قعد سنة كاملة يتعلم برمجة الألعاب، بعدها عمل حاجات. أنا قعدت 3 سنين كاملة واشتغلت كمان في برمجة الألعاب ومعرفتش أعمل الحاجات دي. فدخلت كلمته على الخاص على الفيس، فرد عليا وقال لي إن هو دخل كلية. الكلية ديت آه، في دكتور عنده في الجامعة قال له يعني ان هو علمهم ازاي يعملوا لعبة بالجافا. تمام. فلعبة 2 دي كده هبلة زي لعبة التعبان والحاجات التافهة دي. فهو لما قدر ان هو يتعلم الحاجات دي، فهم برمجة الألعاب. فقال لي بلاش تتعلم من يونيتي انجن ولا انريل انجن ولا من توتوريالز، وتعلم برمجة الألعاب. صح، اتعلم برمجة الألعاب من الصفر، لأن هي دي الطريقة فعلا اللي هتعلمك أساسيات برمجة الألعاب. زي ما في للبرمجة نفسها أساسيات كعلم نفسه، علم البرمجة، في برضو علم الجرافيكس، وفي علم الفيزيكس، وفي علم الاوبتمايزيشن، وفي علم. دي كلها علوم، وانت لازم تكون معاك من كل فيلم أغنية، معاك من الحتة دي حتة، ومن الحتة دي حتة، ومن الحتة دي حتة. لازم هتمر أي لعبة مهما كانت تافهة. لعبة انجري بيردز العبيطة بتاعت الموبايل بتعدي على الجرافيكس انجن وفيها فيزيكس انجن، ومحتاجة اوبتمايزيشن عشان تشتغل على الموبايل، ومحتاجة تكتب لها كود بطريقة معينة، وكل الكلام ده. تمام. فطبعا قررت ان انا ابدا اعمل جيمز 2 دي بسيطه بالسي بلس بلس، لعبه زي لعبه التعبان. ساعتها لقيت قناه على اليوتيوب، في كورس كده للبرمجه للمبتدئين بتاع جامعه هارفارد تقريبا، حسب ما انا فاكر اسمه سي اس 50، سي اس 50. ده اساسيات البرمجه لجامعه هارفارد، اللي هي يعتبر سنة أولى عندهم، أو مش سنة أولى، ده التمهيدي يعني، اللي هو إيه، لو أنت داخل كلية لها علاقة بالبرمجة فإحنا هنعلمك الحاجات دي قبل ما تخش. تمام، أساسيات الأساسيات يعني.
تمام. فكانوا هما برضو عاملين كورس كده اساسيات برمجة الالعاب، فانا قعدت اتفرجت على الكورس ده. بس ساعتها كنت طبعا مبرمج، فطالما انا كنت مبرمج فكنت فاهم. فهم كانوا بيشرحوا الكورس بلغة غير السي بلس بلس اللي هي لغة، وكانت لغة عاملة زي البايثون كده وسهلة. فبدأت أتفرج وأترجم الكلام ده للسي بلس بلس. عملت لعبة التعبان، عملت لعبة تترس، عملت لعبة سبيس انفيدر، وعملت آخر حاجة لعبة زي انجري بيردز. ماشي. وبعدها بدأت إن أنا أعمل ألعاب بسيطة كده. هل انا دلوقتي الليفل اللي انا فيه دلوقتي ده، هل هو ده الليفل اللي انا كنت عايز اوصل له؟ اصلا انا ما كنتش عايز اشتغل في المكان ده. انا كنت عايز ابقى في يوم من الايام بعمل العاب زي جي تي اي، زي فار كراي، زي الحاجات الضخمة دي. تمام. اكيد انا مش هكون مستمتع وانا قاعد بعمل لعبة التعبان مثلا. تمام. بس هي الفكرة في حاجة، ان هو ده الاساس اللي انت من غيره بجد انت مش هتعرف تشتغل في جي تي اي ولا في اي اي، ولا هتشتغل على باتل فيلد لو انت بجد ما تعرفش تبرمج لعبة التعبان من غير توتوريالز. وساعتها حصلت هنا اللي زي ما بيقولوا كده البلوت تويست. اكتشفت ان انا لما بدأت ابرمج لعبة التعبان، هوبا، قدرت ان انا ابرمجها من غير توتوريال. ليه؟ تفتكر ليه؟ اولا انا عارف ازاي الجرافيكس بيترسم اصلا من الصفر، وعارف ازاي الفيزيكس بتشتغل، وعارف ازاي الكوليجن سيستم بيشتغل، وعارف يعني ايه ويندوينج سيستم وبلاتفورم اي بي اي، وعارف الكلام ده كله. وعارف يعني ايه اوبتمايزيشن وسرعة الكود والجيم لوب. عارف يعني ايه برنامج اصلا من الصفر. فاللعبة هي مجرد برنامج. اللعبة هي مش حاجة غير انه اكتر من برنامج. فانت لو مش بتعرف تعمل برنامج بيشتغل صح ويقفل صح وما يعملش ميموري ليك، هتعرف تعمل لعبة شغالة صح، سريعة وما فيهاش ميموري ليك. تمام. لان اللي هي اللعبة هي برنامج، هي مش حاجة خارقة يعني، ما تفكرش يعني. هي ستيل هي بروجرام زي البرامج اللي احنا بنكتبها بالسي بلس بلس عادية خالص يعني. هي الالعاب ما بتفرقش حاجة عن البرامج بتاع الحسابية اللي بتتعمل للمطاعم والحاجات اللي زي دي. هي السل دي برامج ودي برامج برضه. فالفكرة في ايه؟ ان انا ساعتها كنت مبرمج شاطر ساعتها، معايا شوية اساسيات في الجرافيكس وقارئ في الموضوع ده، معايا شوية اساسيات في الفيزيكس، ومعايا الرياضيات اللي كانت بتاعت ثانوي. وقدرت ان انا اعمل لعبة من غير توتوريالز، لان انا بقى خلاص بقيت انا ماشي في الطريق. اي نعم دلوقتي انا إيه خبرتي في الحياة؟ راجل بيعرف يعمل لعبة التعبان من غير توتوريال، يا سلام. ايه الخبرة دي؟ بس تيجي تبص في الحقيقة للمكان اللي انا فيه، انا بقيت انا عارف انا فين. انا بقيت عارف امكانياتي، عارف ان انا واصل لحد فين، بدأت منين، وصلت لفين. وعارف ان انا همشي في الطريق ده وهوصل لحاجة في يوم من الايام، لان انا بدأت احس ان انا بقيت فاهم اكتر، وممكن اختار تخصص من دول واتعمق فيه واوصل لحاجة. طيب، فلو انت عايز تتعلم برمجة الالعاب وتمشي في الطريق الصح، فانت لازم تتعلم البرمجة الاول. بعد كده تتعلم اساسيات سواء انت لو انت هتشتغل على الويندوز، تعرف ازاي تعمل ابلكيشن على الويندوز. لو انت هتشتغل على لينكس، تعرف ازاي تعمل ابلكيشن على لينكس. بعد كده تبدأ ان انت تعمل برامج صغيرة تعرض حاجة على الشاشة، مربع، كلمة، صورة. بعد كده تبدأ ان انت تعمل لعبة بسيطة بالتوتوريالز، لعبة واتنين وتلاتة، اللي هي الالعاب البسيطة خالص دي. لعبة التعبان، لعبة سبيس انفيدر، الالعاب التافهة دي. اول ما تعمل الالعاب دي هيبقى عندك من الخبرة انك تحط رجلك في اي حتة بقى. عايز تطور علمك في الجرافيكس وتفهم ازاي الكلام ده بيشتغل، تقدر تجيب اي كتاب بيتكلم، اي كتاب، مش في كتاب معين، اي خرا موجود عندك في السوق، هاته اقراه هتفهم هو مكتوب فيه ايه. على كتاب في الفيزيكس هاته اقراه هتفهم مكتوب فيه ايه. كتاب في الكودينج والاوبتمايزيشن هاته واقراه هتفهم فيه ايه. تمام. بس هتختار تخصصك وهتمشي فيه. هي دي الطريقة اللي انت تتعلم بيها برمجة الألعاب. أنا متأكد إن في واحد دلوقتي قاعد بيتفرج عليا. تمام. ما أعتقدش إن في حد هيكون وصل للدقيقة دي يعني. بيتفرج عليا بيقول لي إيه؟ بيقول لي
ايوه يا عم، بس انا اعمل ايه يعني برضه؟ بجد لسه ما اتعلمش برمجه الالعاب. لو انت لسه بتسال السؤال ده دلوقتي، ما اتعلمش برمجه الالعاب. تمام. لازم تعرف انت هدفك ايه من الاول. انت هدفك ايه؟ لو انت واحد من الناس اللي بتحلم انها تعمل لعبه حلوه زي لعبه انجري بيردز، وتبيع ملايين النسخ، وتتشهر، وتطلع لنا في المؤتمرات وعلى التلفزيون، فالصراحة يا اسطى، برمجة الألعاب مش مجالك خالص. مبرمج الألعاب مش هو الشخص اللي بيعمل اللعبة. لو انت فاهم صح فهتفهمني كويس أوي. مبرمج الألعاب هو الشخص اللي بيبرمج اللعبة. يعني فكرة اللعبة مش المبرمج اللي بيعملها، صعوبة وسهولة اللعبة مش المبرمج اللي بيحددها، اللعبة دي هتنزل على الموبايل ولا البلاي ستيشن ولا الكمبيوتر مش المبرمج اللي بيحدد الكلام ده. تمام. اللعبة دي هل توجه الرسم بتاعها هيبقى كرتوني ولا واقعي ولا ايه؟ مش المبرمج اللي ليه علاقة بالكلام ده. المبرمج ما هو الا منفذ للخطة اللي بيحطها المدير والجيم ديزاينر في الاول وفي الاخر. فلو انت واحد من الناس اللي نفسك تعمل لعبة حلوة في يوم من الايام، فاهلا بيك في عالم الجيم ديزاين. اتعلم ازاي تبقى جيم ديزاينر وقدم في الشركات الكبيرة على طول. ده رقم واحد. رقم اتنين، لو انت واحد من الناس اللي بتحب التوجه الفني في الألعاب وإنك تعمل سينز شكلها حلو، فالبرمجة مش بتاعتك. عندك انريل انجن، ممكن تتعلم عليه ازاي تعمل إضاءة حلوة، تبدأ إن أنت ترص سينز ومشاهد شكلها يكون حلو. تمام. فبرمجة الألعاب ده مش مكانك خالص، لأن أنت وأنت مبرمج ألعاب عمرك في حياتك ما هتتعرض للمناظر الخلابة الحلوة والبيئة الواسعة والحاجات اللي بتتعمل في الألعاب دي. مش حتتك خالص أصلا إنك تعمل كل ده. أنت مبرمج شغال في الكور بتاع الإنجن. وظيفتك إن أنت بتحط قدامك تحديات صعبة، موديلز 3D موديلز رهيبة جدا، احجامها ضخمه جدا، لازم تعمل لها سيرياليزيشن وتحفظها في فايلات ضخمه جدا. الفايل ممكن يوصل ل10 جيجا. فانت حرفيا لازم تفك الشفرات دي كلها عشان تطلع مش عارف لبس اللعيب الفلاني لونه ايه، ومش عارف الخريطة الفلانية شكلها عامل ايه. حرفيا انت بتجيب داتا وبتعمل لها باكينج في باينري فايل. انت بتتفشخ، انت بيطلع ميتين اهلك في البرمجة. اللي هو البرمجة الجانب الممتع سوري، اللي هو مش ممتع، المظلم المنيل بنيلة اللي انت اصلا بتهرب منه. فانت بجد لو بتهرب من البرمجة بقرفها، ما تبقاش مبرمج العاب. لان برمجة الالعاب صعبة. هي برمجة صعبة، بس هي برمجة في الاول وفي الاخر عشان تبقى واخد بالك. هي مش حاجة ممتعة عشان تبقى فاهم يعني. فهمت قصدي؟ فلازم تحدد هدفك قبل ما تشتغل في اي حاجة. انت بجد ممكن تبقى يا اسطى جيم رايتر، تكتب قصة لعبة حلوة تدمر الدنيا كلها، ولا تبرمج ولا تكتب سطر كود واحد. هتكتب بس القصة بتاعت اللعبة على اللابتوب بتاعك وخلاص على كده. تمام. لو جيت تشوف مثلا مين اللي بيتشهروا، هتلاقي الممثلين، هتلاقي المخرجين في الألعاب يعني، هتلاقي مثلا الشركة. لكن هل انت تعرف اسم مبرمج واحد من الناس اللي اشتغلوا على جي تي اي 6؟ لا. هل انت تعرف اسم مبرمج واحد من الناس اللي اشتغلوا على جي تي اي 5؟ لا. ليزلي بنزي لما اتطرد واتضرب بالجزمة واتطرد من شركة روك ستار جيمز عشان كانوا طمعانين في فلوسه، انت عرفت الخبر ده؟ لا ولا هتعرف. فهمت الفكرة؟ فلو انت واحد غاوي انك تعمل لعبة حلوة وتتشهر وده حلمك، فما تبقاش مبرمج العاب. اما لو انت عايز تبقى مبرمج العاب وبتسأل انا محتاج ايه، فالمفروض الفيديو ده يكون جاوبك على كل اللي انت عايزه. مع السلامة.